تعال اقول لك على سر من اسرار عالم الاستنساخ. ركز معايا في اللي هقوله لك دلوقتي، عشان اللي هقوله لك ممكن تكسب من وراه فلوس كتير قوي. عندنا حاجه اسمها قالب. القالب دوت بيبقى عباره عن قطعه سيليكون تقدر تصب جواها حاجات كتير قوي. مش هنا المهم بقى ان فكره القالب دوت ان هو يقدر يطلع لك من الحاجه الواحده مئات الاعداد بكل سهوله وبكل بساطه. انت مش محتاج تبقى نحات شاطر، انت محتاج القالب اللي هتصب عليه مئات الاشكال من الحاجه اللي عجبتك عشان يبقى عندك كميات كبيره من حاجه واحده شكلها حلو قوي. الحلو بقى ان القالب ده تقدر تصب جواه بتكنيكس كتيره مختلفه، تقدر تطلع لك الحاجات باشكال مختلفه. يعني عندنا الفازه ديت دمجنا فيها الالوان وطلعت بالشكل الجميل قوي دوت. فاللي انا عايز اقوله لك هنا ان انت تقدر توفر على نفسك مسافات طويله قوي من فكره الاستنساخ. انت لو عندك حاجه مميزه وعايز تعمل منها تاني، تقدر تجيب السيليكون تصبه على الحاجه ديت وتصب جواه الكونكريت او الريزن، يطلع لك نفس الشكل اللي عندك دوت بالظبط وبكل بساطه. طب انا ليه هنا بركز على الكونكريت؟ لان الكونكريت فكرته سهله وما بتاخدش وقت في الجفاف. يعني خلال نص ساعه يبقى بدا ينشف تماما، بعد 6 ساعات تقدر تطلعه من القالب، وفي نفس الوقت سعره مغري جدا. الكيلو ب 55 جنيه، يعني تقريبا الكيلو يقدر يعمل لك 10 قطع من القطعه دي. حلو بقى انك تقدر تصب اي حاجه كونكريت. في فازه عجبتك في السوق اشتريها، اعمل لها قالب صبها كونكريت هتطلع حلوه. عندنا اشكال قوالب كتيره جدا جدا تقدر تلاقيها عندنا على الويب سايت، وعندنا كمان باكج الكونكريت جاهزه تشتغل بيها على طول، تقدر توصل لك لحد باب البيت خلال 3 ايام.